القصة بتبدأ فوق في المحيط، وبنشوف حاوية كبيرة جدا بتغرق في البحر، وبنفهم إن ده جزء من السفينة وانفصل عنها، ومحدش بيتوقع الخطر والدمار اللي هيحصل بسبب الحاوية دي بالتحديد. وفي مكان تاني بنتعرف على واحد اسمه جون، وده بيحب السفر في البحر جدا ومتعلق بالقارب بتاعه طول الوقت، وبيسافر كمان لوحده وبيجرب يعمل مغامرات جديدة ويصطاد أنواع مختلفة من الأسماك، وتقريبا كده لف المحيط كله لوحده. وطبعا ما بيكونش عارف أي حاجة من اللي حصلت من شوية، وما يعرفش كمان إن حياته هتكون في خطر. وبيقوم من النوم فجأة وبيلاقي القارب بتاعه بيغرق ومليان مية، فبيخرج بسرعة علشان يفهم إيه السبب ويحاول يعالجه. وبيكتشف إن الحاوية اللي شفناها في أول مشهد خبطت في القارب بتاعه، وبسببها حصل كل ده، ولو فضل على الوضع ده القارب هيغرق بيه في الآخر. والمصيبة الأكبر إنه مش لاقي أي جزيرة أو بلد قريبة من المنطقة اللي هو فيها، وكمان ما بلغش أي حد عن الرحلة بتاعته قبل ما يتحرك. يعني من الآخر محدش هيقدر يعرف مكانه، وده لأنه ما بيحبش حد يعرف عنه أي حاجة. ويفضل يدعي كتير طول الرحلة، وبيحاول يحل المشكلة دي بأي طريقة، وبيمسك حديدة وبيبدأ يزق الحاوية اللي بعيد. ولأن الحاوية تقيلة جدا مش بتتحرك من مكانها خالص، وبتفضل على نفس الوضع ده. وبيجري جون يدور في المعدات بتاعته يمكن يلاقي أي حاجة تقدر تفيده في وضع زي ده. وبالصدفة بيفتكر إن معاه مرسالة حرية معمولة مخصوص علشان الحاجات التقيلة زي دي، فبيحاول يربط الاتنين مع بعض. وبعد أكتر من محاولة الموج بيكون فصفص وبيقدر يبعد الحاوية شوية عن القارب، وبيبدأ يفكر إزاي يقفل الفتحة اللي حصلت في القارب علشان يمنع المية تدخل أكتر من كده. وبيخاف جدا القارب يغرق بيه ويخسر كل حاجة، فبيرجع بسرعة ياخد المرسالة لأنه بيخاف يخسرها هي كمان، وبيشوف إنها ممكن تفيده بعد كده في وضع زي ده. وبيبعد القارب عن الحاوية أكتر من الأول بكتير، المية بتدخل بسرعة جدا والوضع بقى خطير. فبيجرب يستخدم نظام مضخة المية المدمج اللي موجود في القارب، يمكن يعرف يصد المية. وللأسف الخطة بتفشل بسبب الجو والعواصف، ومعظم الأجهزة بتاعته بتتعطل. وبيبدأ يقلق بجد ويحس إنه مش عارف يتصرف في وضع زي ده، وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي مضخة يدوية وبيقرر إنه يستخدمها. ولأنه ما عندوش أي حل تاني بيضطر يجرب للآخر ويتحمل التعب ده كله علشان يتخلص من المية اللي في القارب. وبعد كام ساعة بيتخلص من كمية كبيرة جدا من المية، وبيروح يدور على أي حاجة ياكلها لأنه كان هيموت من الجوع والتعب. وبيبدأ يفكر في كمية الأكل القليلة اللي معاه، وبيخاف تخلص منه قبل ما يعرف يخرج من هنا. وأول ما الليل بيجي بيكون اتخلص من كل المية اللي موجودة، وبيبدأ يحس بالأمن شوية، وبيعمل سرير مرفوع لنفسه علشان يقدر ينام شوية بعيد عن المية اللي لسه موجودة، ومش بيكون حاسس إن القارب بدأ يغرق تاني ويتملى بالمية بكميات كبيرة جدا. وتاني يوم الصبح بيفتش في القارب كله علشان يصلح الحاجات اللي فيه، وبيحط عليها طبقات من البلاستيك علشان يمنع أي تسرب مية تاني. ومن حظه الحلو إن كان معاه معدات كتيرة تقدر تفيده في موقف زي ده، وبيقرر يستنى لحد ما الجزء يثبت وبعد كده يتحرك تاني بالقارب. وبعدها بكام ساعة بيجرب يتحرك، وبيكون قلقان جدا يحصل أي حاجة تانية، وبيستريح أول ما بيتأكد إن كل حاجة ماشية تمام وإنه يقدر يتحرك في المية براحته بعد كده. وبعد ما بيفكر شوية بيشوف إنه لازم يبعت إشارة استغاثة علشان يقدر يوصل للمكان، ولأنه محتاج المساعدة فعلا. وبيطلع جهاز الراديو وبيحاول يصلحه بما إنه هو كمان باز بسبب اللي حصل، وبيوصله بطارية تانية موجودة على القارب، وبيبذل مجهود كبير جدا. وفي الآخر للأسف ما بيلاقيش أي إشارة، وبيفهم إن جهاز الاستقبال فيه حاجة غلط وأكيد الإشارة بتاعته مش هتوصل. فبيتوتر أكتر من الأول بكتير، وبينزل يقرأ في كتب الإرشادات اللي معاه يمكن يعرف أي معلومة تفيده. وفلاح الضبي بيسمع إشارة جاية من جهاز الراديو، وبيجي بسرعة علشان يرد، وبيتصدم إن الإشارة وقفت تاني أول ما في حد، لحد ما بيتعب وبيستسلم للأمر الواقع. وحالته بتكون وحشة جدا لدرجة إنه بيحاول ينسى، وبيشرب كميات كبيرة جدا من الكحول، وبيكون عارف إن الأكل والمية اللي معاه خلص شوية وهيخلصوا وهيموتوا من الجوع والعطش. وبيفضل يدعي ربنا، وبيكون عنده أمل أي سفينة تعدي من جنبه وتنقذ حياته. وللأسف بيعدي يوم كامل وهو على نفس الوضع ده، ومفيش أي حد بيجي يساعده. وتاني يوم الجو بيبدأ يمطر جامد، والغريب إنه بيتعامل مع الموضوع عادي جدا ومش بيزعل، وبيكون مبسوط بالمطر كمان، وبيجمع أكبر كمية من المية علشان يقدر يشرب منها بعد كده، وبيعيش حياته من غير ما يفكر كتير في اللي جاي. وبعد كام يوم بيبدأ يفكر في طريقة يخرج بيها من هنا في أسرع وقت ممكن، وبيطلع لأعلى نقطة موجودة في القارب، وبيحاول يبص حواليه كويس يمكن يشوف أي سفينة قريبة منه. وللأسف ما بيلاقيش أي أثر حواليه، والوضع بيكون مأساوي جدا بالنسبة له. والمصيبة الأكبر لما بيعرف إن في عاصفة كبيرة جدا جاية عليه، فبينزل بسرعة علشان يستعد على قد ما يقدر ويحاول يحمي نفسه من اللي جاي. وبيقرر يتحمل للآخر ويتصرف بشجاعة علشان يقدر يتحمل اللي بيحصل بسهولة. وبيبدأ يلم حاجات ويحط فيها مية علشان توازن القارب، وبيجمع كمان كل الأكل والشرب وبيحطهم في مكان واحد،
وبيحاول يحميهم كويس، وبياخد كام ساعة بيتعدي فيهم بكل حاجة يقدر عليها لحد ما بيجي الوقت المنتظر، والعاصفة بتوصل لمكانه في الآخر، والجو بيغيم جدا وبيقلب قلبه وحش خالص، وبيلبس جوانتي بدلة مقاومة للمية وبيطلع علشان يتحكم في القارب بتاعه. وللأسف القارب بيتحرك في اتجاه غلط، وبيلاقي نفسه في منطقة رياح فيها شديدة جدا، وبيخبط في أمواج عالية خالص، وبيحصل أضرار كتيرة في القارب، ومش بيكون عارف هيخرج منها ازاي. وللأسف كتير من المعدات كمان بيبوظوا، وبالرغم من كل ده بيحاول يتحكم في القارب على قد ما يقدر وما يفقدش السيطرة. وفجأة بتيجي موجة تانية وتضرب القارب بقوة أكبر من اللي قبلها، والوضع بيخرج من إيده خالص وبيتقلب في المية. ومن الحظ الحلو إنه كان رابط نفسه بالقارب، ودي الحاجة الوحيدة اللي منعته يغرق لحد دلوقتي. ولأنه قوي وشجاع بيبذل مجهود كبير قوي ويرجع القارب للسطح تاني، وبيستنى في مكانه لحد ما الرياح تهدى شوية ويقدر يتحرك. وطبعا كل حاجة بتترمي في كل اتجاه، وما بيكونش قادر يتحمل الرياح القوية والأمواج العالية اللي حواليه في كل حتة، وبعدها ما بيكونش قادر يقف على رجله من كتر التعب. وبيتصدم كمان إن الفتحة اللي لسه مصلحينها باظت تاني، والقارب بيغرق، وبيتصدم في راسه جامد جدا، وبيحس إنه ضايع ومش شايف كويس، وبيخاف لو العدوى تنتشر بسبب الجرح اللي في راسه، وبيحاول يتغلب على إحساسه ويكمل للآخر بأي طريقة. ولما بيتأكد إن القارب خلاص هيغرق بيه ومفيش أي حل في إيده تاني، بيقرر يستخدم قارب النجاة اللي معاه، وده بيستخدمه في حالة الطوارئ بس، وبيروح يجهزه بسرعة وبيربطه بحبل في القارب الكبير، وده علشان يقدر يتحكم فيه شوية. ومن كتر التعب اللي هو فيه بيغمى عليه فجأة وبيقع على الأرض، وبيفوق بعدها بكام ساعة وبيلاقي العاصفة انتهت والقارب الكبير كله اتدمر، ومش باقي قدامه غير قارب النجاة اللي هو فيه. وبالرغم من كل ده بيفضل يثبت فيه، وبيحاول يحمي الباقي من القارب بأي طريقة لأنه متعلق بيه جدا، وكمان دافع فيه تحويشة عمره كلها، وبيحزن عليه جدا وعلى الحالة اللي وصلتها، وبيدخل في حالة اكتئاب، وبينزل الدور الأرضي وبيلم كل حاجة ممكن تفيده بعد كده، وبيصمم ياخد الطاقية الذكرى الوحيدة ليه من أمه واللي إنه بيحبها جدا ومتعلق بيها، وبيدور على شنطة الإسعافات الأولية علشان يحاول يعالج الجرح بتاعه. وبيلم كل ده وبيرجع لقارب النجاة مرة تانية، وبيلاقي نفسه قدام قرار صعب جدا، وهو إنه لازم يتخلى عن القارب الكبير علشان يقدر يكمل في طريقه. عدد كتير طويل بيقطع الحبل الواصل بينهم، وبيفضل يتفرج على حلم وبيتضيع قدام عينيه، وبيفتكر كل اللحظات الحلوة والاستكشافات اللي عاشها في القارب ده، وكل الأحلام بتاعته اللي ضاعت. والوضع بيكون صعب جدا بالنسبة له، وبيشوف إنه عمل كل اللي يقدر عليه، ومش بإيده أي حل تاني غير إنه يتخلى عنه علشان بس يقدر يعيش. وبعدها بشوية القارب بيختفي تماما من قدامه، وبيفضل خوان محبوس جوه قارب النجاة مستني مصيره اللي ما يعرفش عنه أي حاجة، وبيفكر يا ترى هيقدر يعيش وقت قد إيه في وضع زي ده وهو لوحده في قلب المحيط، ويا ترى إيه المخاطر اللي هيمر بيها. وبعد كل اللي حصل معاه ده أمله الوحيد إنه يفضل عايش، ومش بيكون بيفكر ولا بيحلم بأي حاجة تانية، وبيبدأ يقسم المية اللي معاه علشان تقضي أطول وقت ممكن، وبيحمد ربنا إنه قدر ياخد الحاجات دي من القارب قبل ما يغرق بيهم. وبيحاول كمان يحدد موقعه بالظبط، وبيستخدم الخريطة اللي معاه وجهاز مواقع قديم علشان يعمل ده، وبيسجل أي معلومة جديدة بيقدر يوصلها علشان يفضل فاكر. وبيكتشف إنه موجود في قلب المحيط ومفيش أي جزر أو قارات قريبة منه، وبالظبط بيكتشف إنه قريب شوية من طريق الشحن، وأكيد هيعدي من عليه أي سفينة شحن أو سياحة. وبيبدأ يشوف هيوصل للمنطقة دي إزاي علشان يحاول يقرب من السفن وتشوفه، وبيتعب جدا من الوضع ده، وبيبدأ يتحرك في اتجاه المنطقة اللي حددها علشان يوصل لهدفه. وبيتصدم إن قارب النجاة بدأ يدخل جواه مية، والدنيا بتبوظ منه أكتر، وبيفكر إنه أول ما يوصل للطريق ده خلاص هيكون في أمان، لأن أي سفينة معدية هتشوفه بكل سهولة. وبعدها بكام ساعة بيكتشف إن في عاصفة جديدة بدأت وجاية في اتجاهه، وبعد كام دقيقة القارب بيكون جوه دوامة كبيرة وأمواج عالية جدا، والمية بتملأ المكان كله، وبيبدأ يغرق بالكامل. وجوان ما بيكونش عارف يتصرف إزاي، وبيتقلق بالقارب في المية، وبيربط نفسه بالحبل زي المرة اللي فاتت علشان ما يغرقش، وبيحاول إنه يتمسك على قد ما يقدر. وبعد ما الدنيا بتهدى شوية بيرجع للسطح تاني، وبيظبط القارب لمكانه، وبيفضل يدعي ربنا العاصفة تخلص لأنه ما بقاش قادر يتحمل أي حاجة تانية. ومن حظه الحلو إن ربنا بيستجيب لدعائه،
وفعلا العاصفة بتختفي تماما والشمس بتطلع والجو بيكون كويس، وبيبدأ جوني يستريح شوية ويشم نفسه بعد كل اللي حصل معاه ده. وبعدها بشوية بيكتشف إن القارب بيتملي هوا بسرعة كبيرة قوي. دي حاجة غلط، فبيحاول يصلح المشكلة دي بأي طريقة، وبيبذل مجهود كبير جدا علشان يعمل ده. ولأنه اشتغل كتير جدا للأسف بيضطر ياكل الكميات أكبر من الأكل، وبيستهلك أكبر من الكمية اللي هو محددها لنفسه في يوم. وبيتضايق جدا لما بيكتشف إن المية اللي معاه باظت، وقع عليها شوية مية مالحة، وحتى الأكل بقى طعمه مالح، وكل حاجة بتبوظ. وبيضطر ياكل ويشرب غصب عنه لأنه ما عندوش أي حل تاني. وبيكون عارف إنه لو شرب شوية مية مالحة هيتعب جدا وجسمه هيتأثر. وبعد كل اللي بيحصل معاه ده بيبدأ يفقد السيطرة على عقله، وبيفضل يعيط ويصرخ، وبيفكر كمان في الأكل اللي هيخلص، وبعدها هيبدأ يموت من قلة الأكل، ويدعي ربنا تحصل معاه أي معجزة يخرج بيها من قلب المخيط. وبيكون عنده أمل كبير يوصل لممر الطفن اللي قريب منه جدا، وبيطمع يوصله بأي طريقة بما إن دي الطريقة الوحيدة اللي قدامه. وللأسف بعد كام ساعة أثر المية المالحة بتبدأ تظهر عليه، وبيحس بالجفاف، ومش بيكون شايف كويس ولا عارف يتحكم في نفسه، وبيتعب كمان من الشمس اللي فوق راسه، وبيحاول يحمي نفسه منها وبيغطي نفسه على قد ما يقدر. وبيحمد ربنا إن في حاجة بلاستيك يقدر يغطي نفسه بيها وتحميه ولو حاجة بسيطة من الألم اللي حاسس بيه. وبالصدفة هو قاعد بتيجي في باله فكرة، وبيقرر يجرب ينظف المية وتكون صالحة للشرب عن طريق الشمس، ويعمل عملية تبخير وتكثيف. وفعلا بيبدأ يعمل ده، وبيتمنى التجربة تنجح علشان يقدر يكمل. وفعلا في الآخر كان بيلقي نسبة الجفاف اللي في جسمه، وبيبدأ بعدها يدور على طريقة ياكل بيها. وده لأن كل الأكل اللي معاه خلاص وصل الوقت ده يشوف أسماك كتيرة حواليه بتتحرك في المية، وبيشوف إن دي فرصة كويسة يمكن يعرف يصطاد وياكل. وعلى طول بيجي يفضي اللي معاه وبيعلق فيه باقي الأكل اللي بايظ وبيرميه في البحر، إنه يصطاد أي حاجة. وفي نفس اللحظة بياخد باله إنه وصل للممر اللي بيدور عليه، وبتظهر سفينة ضخمة قدامه من بعيد، وبيطول من ساعتها، وبيحس إن دي الفرصة الوحيدة اللي تقدر تنقذه من الوضع اللي هو فيه ده. وبيبدأ ينادي عليهم وبيحاول يلفت نظرهم لمكانه بأي طريقة. وللأسف السفينة بتكون ضخمة جدا وصعب يشوفوه من المسافة دي كلها ولا حد يسمع صوته، فبيستخدم آخر شعلة معاه يمكن يشوفوه المرة دي، وحتى دي كمان بياكل فيها لأن الشمس موجودة ومغطية على الشعلة بتاعته. وبيترعب وبيفضل يصرخ ويعيط يمكن أي حد يسمعه، وبيكون عارف إنه لو كان في القارب الكبير بتاعه أكيد سفينة الشحن كانت هتشوفه في لحظة زي دي. وبعد مجهود كبير ومحاولات كتيرة جدا منه، السفينة بتمشي في الآخر من غير ما حد يشوفه، وبيلاقي نفسه فاقد الأمل وعاجز من تاني. ومش بيكون عارف إن السفينة دي أصلا هي سبب المأساة اللي هو فيها كلها، لأن الحاوية وقعت منها، وبتختفي السفينة من قدام عيني، وبيروح معاها آخر أمل ليه للنجاة. وبيفضل يبص عليها بحزن واكتئاب، وبيبدأ يشوف إن ده مصيره ولازم يرضى بيه ويستسلم للموت أحسن. وبعدها بشوية الصنارة بتتحرك، وبيفرح إنه أخيراً هياكل، وبيجري عليها وبيبدأ يسحبها، وفي الآخر بتيجي سمكة قرش صغيرة وبتاخد السمكة بتاعته بكل بساطة. وبعد كده بيرجع تاني لنقطة الصفر، وبما إن كل حاجة خلصت وكل حاجة بايظة بيكون عارف إن كلها مسألة وقت ويموت في وضع زي ده. وبيبدأ يفكر في كل حاجة وحشة في الدنيا، وإنه حظه دايماً وحش ومصيره إنه يموت في وسط المحيط. وبعد كام ساعة الليل بيجي، وفجأة بتظهر سفينة سياحية كبيرة وبتعدي من جنبه، وبالصدفة بيلاقي شعلة كمان وبيستخدمها يمكن حد يشوفه المرة دي. ولأن ما عندوش أي طاقة إنه يصرخ بيستسلم للأمر الواقع وبيثبت يمشي من غير ما يحاول كتير. وبعد كده بيترمي من كتر التعب وبيبطل يفكر خالص، وبعد فترة ما بيكونش قادر حتى يتحرك من مكانه لأن بقاله كام يوم من غير الأكل ولا الشرب. وحتى لما بيوصل للممر مفيش ولا سفينة بتشوفه، وكل مجهوده بيروح على الفاضي. وبعد الوقت بيبدأ يشوف هلاوس وبيتغير خالص وبيتصرف بطريقة غريبة، لأنه بقاله فترة طويلة وحيد في وسط البحر ومرت عليه أيام ومواقف صعبة جدا، وبيحس إن حياته كلها مية عكس وكل حاجة ضده بطريقة غريبة، والحاجة الوحيدة اللي بتصبره شوية المية اللي بيقدر ينظفهم كل يوم ويشرب منهم. اللي الشمس بتتحرق كل جسمه ويدخل في حالة صعبة جدا، والشاك كله بيحمر وبيتسلخ، وبسبب الموت العالي بيلاقي مكانه اتغير خالص، وبيبقى كل شوية أكتر وأكتر، وكده الخطر بيزيد عليه، وبيكون عارف إنه بعيد جدا عن الممر ومفيش أي سفينة هتعدي تاني من جنبه، وبيعرف إن دي النهاية وبيتقبلها خلاص، وبيستلهم لفكرة الموت. وده لأن كده كده مفيش حد يجي ينقذه ولا يخرجه من هنا، وطبعا هيموت في المكان اللي قضى فيه معظم حياته وضحى بحاجات كتيرة قوي علشانه. والحاجة الوحيدة اللي بتكون مريحة هي إن مفيش حد يزعل عليه، وده لأن أهله ماتوا ومراته سابتهم من سنين طويلة وعايش وحيد. وفي الآخر بيقرر يكتب رسالة وداع، وبيعترف بكل العيوب والأخطاء اللي عملها في حياته، وبيشوف إنه كان شخص مش مسؤول
ومش بيفكر في أي حد غير نفسه وأحلامه بس. وكان لازم يهتم بمراته وأولاده ويفضل معاهم، لأنه فضل إنه يحقق أحلامه على حسابهم وعلى حساب حياته معاهم. وبيشوف كمان إن اختياراته الغلط هي اللي وصلته للمكان والنهاية دي، وإنه يستاهل كل حاجة بتحصل معاه. وبعد ما بيخلص بيحط الرسالة في إزازة وبيرميها في البحر، على أمل إن أي حد يلاقيها ويقرأها في يوم من الأيام ويتعلم منها. ولأنه ما بياكل ولا بيشرب، جسمه بدأ يتعب أكتر من الأول، وبيكون ضعيف جدا وعنده كساف شديد. وفي يوم وهو نايم بيشوف كابوس بشع جدا، وده لأن في سفينة كبيرة عدت من جنبه على طول ومشيت وتركته كالعادة. فبيقوم مخدود من النوم، وبعد ما بيهدى بيرجع تاني يرتاح. وبعدها بكام دقيقة بيسمع صوت دوشة قريبة منه، ولما بيعرف إن في سفينة قريبة بيقرر يجازف بحياته بما إنه كده كده ميت، وبيتشجع وبيولع في القارب، يا إما ينقذوه يا إما يموت ويستريح. وبيبذل مجهود كبير جدا علشان أي حد يلمحه ويجي يساعده. وللأسف الحريقة بتزيد لحد ما بتخلص على القارب كله، وبيضطر ينط في المية في الآخر، وبيتفرج عليه بكل هدوء ويسلم نفسه. وبيشوف القارب بيغرق في قلب المية لحد ما بيختفي تماما. وبما إن كل حاجة اتدمرت وخلاص مفيش أي أمل ليه إنه يفضل عايش، بيقرر إنه ينتحر، وبيسيب نفسه للغرق، وبيبدأ يكتب نساله تحت المية لحد ما في النهاية بينزل في الأعماق، وبيكون عارف إن أسماك القرش ممكن تتخلص عليه بكل أريحية. بس بالرغم من كل ده مش بيخاف. وفي اللحظة اللي بيستسلم فيها للموت بيشوف قارب تاني بيقرب لمكان القارب المحروق بتاعه، ودي بتكون صدمة كبيرة جدا بالنسبة له. وبيكتشف في الآخر إن ده فريق إنقاذ جاي علشان يساعده، فبيجمع الباقي من طاقته وبيحاول يوصل للسطح بسرعة علشان يلحقهم قبل ما يمشوا. وفي الآخر بعد أيام طويلة من التعب والمجهود بيوصل الموقف اللي كان فاكر إنه مستحيل يخرج منه عايش. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. بيستناني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.